عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الغدا النهارده. احنا عاملين اكل تحفة خفيف كده وبسيط، مفيد جدا كمان. انا هعمل لكم فاصوليا عساكر بطريقة حلوة جدا وسهلة وكمان بسيطة. انا هنا جبت فرخة قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، حطيت المية والبصل وهحط البهارات فيها. خلاص هسيبها بقى مع نفسها. حطيت فلفل واسود وحبهان وورق لورا وملح وفصين ماجي وبصل. هنخش بقى نشوف بقية الحاجة هنعمل ايه. احنا طبعا هنعمل الفاصوليا بطريقة حلوة جدا وبتبقى عسل، مش محتاجة لحمة ولا محتاجة اي حاجة. خلاص تعالوا نشوف مع بعض الطريقة وننجز كده بسرعة عشان نخلص الاكل في اقل من ساعة. خلاص احنا خلصنا من الفراخ، هنسيبها تتعمل. هنا بصوا جبت الفاصوليا وحطيت عليها البصل والزبدة، وحطيت شوية معلقتين زبدة وشوية زيت، وهحط فصين ماجي وفلفل اسود وملح. اهي ده كل اللي انا هعمله في الفاصوليا، وهسيبها تستوي. بتعمل كده قوطة وهحطه وهصفيه، هضربه في الخلاط وهصفيه. مثلا هنا كده هشوحها اخليها تاخد اللون كله مع بعضه، وهتنزل الزبدة تسيح وتنزل المية بتاعتها وتشربها. هنا طبعا معنا الفرخة خلاص استوت. بصوا في اقل من ساعة الاكل ده كان جاهز. هنا طبعا انا بصفي القوطة فرمتها وصفيها تتعمل بسرعة كده وشفتوا طبعا البذر اللي طلع منها عامل ازاي. هنا طبعا الفرخة اتسلقت، فانا حبيت اعمل تكة كده. جبت ليمونة شوية